بعد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة نجم الراي الجزائري الشاب خالد في حادث سير بدولة الإمارات العربية المتحدة. وقام عدد من المقربين بنفي إشاعة وفاته وأنه يتمتع بصحة جيدة. فقد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار مفادها أن النجم الجزائري الشاب خالد توفي في حادث سير في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومع ذلك لم توضح أن هذه الإشاعة غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة. وأكدت مصادر مقربة من الفنان خالد حاج إبراهيم الشهير بشاب خالد أنه يتمتع بصحة جيدة ولم يتعرض لأي حادث سير. ويعتبر الشاب خالد واحدا من أبرز نجوم الراي الجزائري والمعروف عالميا بأغانيه الشهيرة وأدائه المميز. وتعتبر هذه الإشاعة مثالا على قوة وسرعة انتشار الأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي لا يمر يوم إلا ونقوم بنفيها والتحقق من صحتها حتى لا يلبس الأمر بين الناس. فقد أثارت هذه الإشاعة حالة من القلق والحزن بين محبي وعشاق الفنان، وتساءل الجميع عن صحة هذه الأنباء. وتداول الإشاعات يسبب القلق والضغط النفسي على المعنيين ويساهم في نشر الأخبار الزائفة والمضللة. ويجب علينا أن نكون حذرين ونتحقق من الأخبار قبل نشرها، والاعتماد على مصادر موثوقة للحصول على الأخبار الموثوقة من الجهات الرسمية أو حتى الشخصيات المعروفة في المجال. وقد تداول البعض خبر وفاته بعد تعرضه لحادث سير في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومع ذلك فقد تم تأكيد أن الفنان الشاب خالد يتمتع بصحة جيدة ولم يتعرض لأي حادث سير في الإمارات العربية المتحدة أو حتى أي مكان آخر. وقد نفى مصدر مقرب من الفنان هذه الإشاعة، مؤكدا أنه يتمتع بحياة عادية ويواصل العمل على مشاريعه الفنية المستقبلية. وبهذا نكون قد تعرفنا على حقيقة موت الشاب خالد الجزائري في حادث سير مروع بمدينة دبي بدولة الإمارات. يذكر أن الفنان الجزائري الشاب خالد قد اشتهر بأغانيه الشهيرة في العالم العربي والغربي، ويعد واحدا من أشهر الفنانين الجزائريين، وقد حصل على العديد من الجوائز والتكريمات على مستوى العالم. وآخر أعماله هي أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان بالهتر، والتي تخطت حاجز 6 مليون مشاهدة بعد مرور أقل من شهر على طرحها، وهي تعاون مشترك مع النجمة تهى.